ها رد؟ لا جرس ومحدش رد برضه. طب هو ما قالكيش هو راح فين؟ طيب هو يا دوبك جبني الشغل قعد كان لقمه وقال لي انا هنزل اقعد على القهوه شويه عشان مخنوق، وهو واضح ان هو كان مخنوق من حاجه، بس انا ما عرفتش اعرف هو مخنوق من ايه. مفيش غيرك اكيد ضايقتيه فساب لك البيت ونزل. لا والله العظيم ما حصل. وبعدين هسالك سؤال، هو انا نكديه؟ خلي السؤال ده بعدين عشان انا لو جاوبت عليه دلوقتي نفضل نتخانق وانا مش قادر اتخانق، واحنا اصلا في وقت صعب ما ينفعش فيه خناق. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا على ابوه. خير انا هكلم كل قرايبي دلوقتي واشوف يمكن يكون قاعد عند حد فيهم او حاجه. بس سؤال معلش، بس سؤال ايه؟ هو انت كنت طبخاله ايه النهارده؟ كنت عامله له قلقاس عشان كده ساب لك البيت ونزل. السلام عليكم. يعني ما جاش عندك يا عمتي خالص؟ طيب ماشي سلام. ايه؟ اعمل لك لايك على اخر بوست انت نزلتيه على الفيسبوك؟ احنا في ولا في ايه يا عمتي؟ يعني اشتم طيب ولا اقول سلام يا عمتي؟ سلام ده ايه ده؟ اكلم مين طيب ولا اعمل مين؟ انا كلمت كل قرايبنا. خالتي لا، خالي اكيد طبعا لا. كلم مين طيب؟ ايوه عم عادل. عم عادل ده التوينز بتاع ابويا، ممكن يكون قاعد عنده دلوقتي. الو ازيك يا عم عادل؟ وحشني يا عم عادل. يا عم عادل كله تمام يا عم عادل. ما تخلص بقى يا عم. معلش يا عم عادل، بس كنت عايز اسالك على حاجه. هو ابويا ما جاش عندك النهارده؟ ما جاش؟ وبقاله اسبوع ما كلمكش. الله يبشرك يا عم عادل. الحمد لله مخلص ابتدائيه واعداديه كمان. انا متخرج والله يا عم عادل. والله بقول لك يا عم عادل، اسمع صوت القطر يا عم عادل. انا ناقصك، انت هتوجع لي دماغي. اعمل ايه طيب؟ انا كلمت كل قرايبنا، اعمل ايه بس؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ بص من الاخر كده انا حرامي وخطفت ابوك، ولو عايز تشوفه تاني تقابلني في المكان اللي هقولك عليه وتدفع لي 75 جنيه 75 قرش كاش، يا كده يا اما مش هتشوف ابوك تاني. سلام. مين اللي كان بيكلمك؟ ده واحد بيقول ان هو خطف ابويا. نعم مش دي المشكله، ده بيقول لي انا عايز 75 جنيه 75 قرش يا اما مش هتشوف ابوك تاني. نعم ده حرامي على ما تفرج ده ولا ايه؟ معرفش، بس انا كل اللي في جيبي اصلا 20 جنيه. انت معكيش فلوس؟ ما هو ابوك لما جه ونزل ما سابليش مصروف اصلا. والعمل يا ست خضرة، ده حياة ابويا كده واقفه على 80 جنيه. لا انت قلت 75 جنيه 75 قرش، كده هيبقى في فلوس زياده. حرام. لا حقانيه. ايه العمل طيب يا رب؟ على فكره بقى انا عندي حل. يلا قد من هنا يا استنى بس يا ابني، يوضع سره في اتفه خلقه. قول يا حبيبي. انا شايف ان الحل الوحيد انكم تتصرفوا في الفلوس باي شكل وتنقذوا بابا. امال انتوا هتعملوا ايه؟ هتسيبوه مخطوف كده؟ صح عندك حق. الواد ده اول مره يقول حاجه صح في حياته. طب وانت هتعمل ايه؟ هتصرف. امال هعمل ايه يعني؟ الو الفلوس جاهزه، بقابلك فين؟ لا انا والله العظيم هنسى المكان كده. ثواني بس اجيب ورقه وقلم كده واكتب المكان. تمام معاك. اسمه ايه الشارع بقى؟ قبل اي حاجه يا صاحبي انا غيرت الاتفاق، بدل 75 قرش هنخليهم جنيه، يعني كده كله 76 بلبل. خلصانه؟ ده هي خلصانه بضربه خرسانه. العين يا امي حياه امك ما هسيبك غير لما تقول انا ابوك فين يا ابوك؟ نايم فوق يا عم. انا لما لقيتكم قلقانين كده قلت اطلع باي مصلحه. مصلحه ايه ب 75 قرش؟ في ايه في الزمن ده بيتجاب ب 75 قرش؟ ايه في ايه يا ابني؟ سبت لكم الشقه كلها ونمت في الدولاب وبرضه مش عارف انام منكم. ارحموني بقى. مش عارف تنام واحنا قلبين عليك الدنيا؟ ايه ده؟ انت طلع اسمك حماده برضه ولا انت بتعمل كده ليه يالا؟ طيب استاذن انا بقى. السلام عليكم.